من الورق كبير وما قدروا يتنمرون علي. من يتنمر عليك؟ البنات. وصلت المناشدة للسيد رئيس الوزراء المحترم ووجهنا بالمباشر تطلعون عليها، واحنا ان شاء الله جينا اليوم الطيبة وطيبة شنو تريده بخدمتها. اذا ما تشيلها القاع نخليها على روسنا. تؤمر امر وسلام من دولة السيد رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني مباشر الطيبة والوالد الطيبة شنو اللي يريدونه بالخدمة. وافي سما الامجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار فخر البلاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المتابعين، كلكم تفاعلتوا يا حالة الطيبة اللي ظهرت ببرنامج الإغاثي. الآن أنا أشعر بطمأنينة وارتياح لأن عندنا هكذا أبطال تتابع الحالات اللي تظهر جميع الحالات ومتفاعلين وياها. ونشكر سيادة رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني المحترم، والشكر موصول إلى السيد محمد الفاضلي اللي تواصلوا ويانا بخصوص حالة طيبة. وصلت لهم الحالة وفور ما وصلت لهم الحالة طلعوا على طيبة، وراح نستمع الكلام السيد محمد الفاضلي بخصوص حالة طيبة، وإن شاء الله طيبة صارت بأيادي أمينة. الله يرضى عليك. وصلت المناشدة للسيد رئيس الوزراء المحترم ووجهنا بالمباشر تطلعون عليها، واحنا ان شاء الله جينا اليوم الطيبة وطيبة شنو تريده بخدمتها. اذا ما تشيلها القاع نخليها على روسنا. تؤمر امر وسلام من دولة السيد رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني مباشر الطيبة والوالد الطيبة شنو اللي يريدونه بالخدمة. وانا تكلفت بهذا الواجب وشرف الي اخدم هيجي بلدي ومجتمعي واهلي وناسي، شرف الي. شو تريد بخدمتها طيبة؟ سيدنا احنا الآن نشعر بأمان وبارتياح من نشوفكم انتم جاي تعملون هذا العمل وعينكم على الشعب صراحة. والله الشرف ان احنا يلقبون خلية النحل، فالحمد لله والشكر هذا فضل من الله خلانا بهذا المكان ونخدم أهلنا وناسنا ومجتمعنا ببغداد وبالمحافظات متواصلين. فمباشرة بس نسمع ونشوف مناشدة مباشرة السيد رئيس الوزراء يكلفنا بالواجب فروا عليهم مباشر شنو اللي يريدون نقدمه لهم، ما نقصر بحق أي إنسان. الله يوفقكم ويخليكم ذخر هذا الشعب اللي حسينا احنا هسه حاليا بأمان إن شاء الله. أمان في دول عمرك. طيب شو توجهين كلام السيد رئيس الوزراء وللسيد محمد الفاضلي والأخوة في مجلس الوزراء؟ أنا شكر السيد محمد الشياع السوداني إنه هو السيد محمد فاضلي إنه ساعدوني وتابعوا على حالتي، وشكر كل العراقيين اللي وصلوا بالفيتو للسيد رئيس الوزراء. الآن طيبة بأيادي أمينة، وإن شاء الله طيبة راح تعود للحياة بسواعد هؤلاء الأبطال. ولا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى هؤلاء الأبطال وإلى رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني. دمتم في أمان الله وحفظه.